تعرفي انك لو جبتي شوية مية وشوية دقيق ورفعتيهم على النار وعملتي كريمة، هتاخدي احلى كايزر ممكن تعمليه في حياتك، مع طبقة بقى كراست كده مقرمشة حلوة قوي للزنجر بتاع الفراخ. عايزة اقول لكم ان هي تحفة. عيشوا مع قرمشتها بقى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الاول انا عندي نص كوباية من المية، حطيت عليها معلقة كبيرة من الدقيق. المعلقة تكون مليانة على الاخر يا جماعة. قلبت الكلام ده كله على البارد ورفعته على النار. واحده واحده هتلاقوا ان القوام بيتقل معاكم كده ويكون كريمي اكتر. هنشيله على جنب لما يبرد، وفي بوله نضيفه هننزل كوبايه من الميه، معلقه كبيره من الخميره ومعلقه كبيره من السكر. هنقلبهم وبعدين هننزل عليهم باربع معالق كبار من الزيت. هنخلط الكلام ده كله كويس قوي مع بعضه. وعندي بقى محضره نص كيلو من الدقيق يكون منخول كويس قوي، او تقريبا 3 كوبايات ونص لو انتوا هتعايروا بالكوبايه. حطيت عليهم ربع معلقه صغيره من البيكنج باودر ورشه من الملح. ومجرد ما قلبتهم كده والسوائل بدأت تختفي، هنزل عليهم بقى بمحسن الخبز اللي احنا عملناه مع بعض. بقى عندي تقريبا دافي، يعني مش شرط يكون بارد ولا اي حاجة. بعد ما بقى اتلمت معايا كده هنزل عليها بمعلقتين من الزيت واقلبها مرة تانية. بقت عندي عجينة كده ناعمة وطرية. حطيتها بقى في طبق نظيف وواسع، اديت له رشة خفيفة من الزيت، وبلمها كده زي ما انتوا شايفين علشان يكون وشها مستوي. وهغطيها واسيبها نص ساعة في مكان دافي تختمر. عايزة اقول لكم انها هتكون احلى عجينة ممكن تعملوها، وتقدروا تستعملوها في انواع كتير قوي من المعجنات، مش شرط النوع ده بس. بصوا بقى، هي دي العجينة العنكبوتية. بعد ما لميناها بقى كده هبدأ اقطعها. وتقريبا حجم الكورة يعني هيكون قد الليمونة الكبيرة مثلا كده، او البرتقانة الصغيرة شوية. وزنها يكون تقريبا من 50 ل60 جرام. قطعت معايا 8 قطع. في صاج بقى حاطين فيه ورقة زبدة، ومش شرط تحطوا ورق زبدة، تقدروا تستغنوا عنه وتدوا مسحة خفيفة من الزيت. هنبدأ نلم الكورة كده زي ما انتوا شايفينها، علشان وشها يكون مستوي على قد ما نقدر، فيبقى يعني الوش كده مفرود وحلو قوي. طبق فيه شوية مية وطبق فيه شوية سمسم. وهننزل الكورة بتاعتنا في السمسم والمية. الفرن هيبقى معانا على حرارة 200. هتاخد عندنا من 20 يعني 25 دقيقة. في أفران أنا عندي خدت بالظبط 17 دقيقة، يعني معاكم من 15 ل 25 دقيقة. علشان نعمل بقى الخلطة كده الحلوة بتاعة الفراخ بتاعتنا اللي هتكون تتبيلة غنية وسريعة. هنحط بيضة، نص كوباية من اللبن، معلقتين من الدقيق، وهنقلبهم. بعد ما قلبناهم هننزل عليهم ميكس توابل خطير. عايزة اقول لكم ان هو هيكون احلى مرة تعملوا فيها كنتاكي، او تعملوا فيها فراخ زنجر او بانيه او ستريبس. الخلطه دي هتمشي معاكم حاجات كتير. هسيب لكم بقى التوابل في اول تعليق. القطع الفراخ بتاعتي بقى بدات ان انا اقطعها بشكل مربع زي ما شفت